يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى انا مش هعمل وصفه، انا هعمل اكله كلنا بنحبها وبنعملها بقى وقت ما بنزهق من الفراخ واللحمه والخضار ونبقى عايزين نغير شويه. انا عن نفسي من اكتر الاكلات اللي بعشقها، يوم ما بعملها كده ببقى قلبي كده بيرفرف وببقى سعيده جدا ان اكلها النهارده. كنت وانا صغيره لما ارجع المدرسه واسال ماما عامله اكله ايه النهارده، تقول لي عامله تفليته. الصراحه مش عارفه معناها ايه، بس هي اكله عباره عن فول وشكشوكه وجبنه بطماطم، تونه لو عندكم، بس هي بتلقب عندنا في العيله اكله التفليته، يمكن عشان بنفلت وبنهرب من اكله اللحمه، الصراحه ما اعرفش. فخليكم بقى معايا عشان تشوفوا عملت ايه في الاكله النهارده. اول حاجه قلت هعمل شويه شكشوكه بالبيض. بجيب بصلايه كده وسط بقطعها قطع صغيره وانزل بمعلقتين كبار من الزيت وابدا اشوحها لحد ما تدبل معايا شويه. بعدين بنزل بقرنين فلفل حامي، ملكوش في الحامي خالص بتنزلوا برومي عادي، فلفل الوان زي ما تحبوا. بعدين بكون مجهزه 2 طماطم مقطعاهم قطع صغيره وانزل عليهم واشوحهم برضو، وانزل بشرايح من الزيتون الاسود واديله تشويحه شويه واسيبه على البوتاجاز على نار واطيه لحد ما كل الخضار يدبل مع بعضه. عقبال ما الخضار يدبل شويه هبدا اجهز الفول بتاعي. بنزل بمعلقتين كبار من الزيت وانزل عليهم ب3 فصوص من الثوم المفروم وابدا اشوحهم لحد ما لونهم يتغير شويه. بعدين بكون جايبه 3 من الطماطم مقطعهم مكعبات صغيره وقرن من الفلفل الحامي وانزل بيهم على التومه وابدا اشوحهم شويه، وبعد كده انزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكمون. وبعدين بنزل عليهم بالفول. الفول ده طبعا عندي في الفريزر لاني بعمل الفول في البيت على طول. ابدا بقى احطه مع التتبيله دي وشويه خل واسيبه برضو على النار لحد ما ياخد ويدي مع بعضه، لحد ما يوصل ان هو تسبك والطماطم تتهري فيه خالص ويبقى كريمي. في الوقت اللي سايبه فيه الفول على البوتاجاز والتتبيله بتاعت الشكشوكه قبل ما تستوي كده هبدا اجهز المش بتاعي. بحب اعمل المش بطماطم وفلفل فقط لا غير. في ناس بتحب تحط خيار، دي حاجه ترجع لكم، انا مش بحب احط خيار. طبعا طريقه المش دي برضو بيتي منزله فيديو كامل عندي في القناه، ادخلوا شوفوه واعرفوا طريقته حلوه جدا وسهله جدا وطعمه خرافه. هنا بحب اضيف للمش علبه من الزبادي عشان يهدي شويه من طعم المش، برضو الزبادي ده بيتي يا جماعه. وبنزل هنا بمعلقتين كبار من الطحينه وابدا بقى اهرس كله مع بعضه لحد ما كله يختلط مع بعضه كويس جدا جدا. بعد ما هرسته كويس احط بقى على الوش شويه من الزيت. فكده اول حاجه خلصت معانا هي الجبنه للمش. طبعا الاكله دي ما ينفعش تتاكل الا لما يكون جنبها شويه بصل محمرين، تبقى يعني كده الاكله متكامله. حابه برضو اديكوا تريكه كويسه جدا في البطاطس عشان تطلع مقرمشه يبقى طعمها احلى من الجاهزه بكتير. برضو انا كنت عامله لكم فيديو برضو صغير شورتس طريقه عمايلها تبقى مقرمشه ازاي زي الجاهز، بس برضو هقول لكم تريكه دلوقتي. بتجيبوا بطاطس وتقطعوها ترانشات رفيعه وبعدين بتحطوها في حله على البوتاجاز عليها معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من الخل وتسيبوها تتسلق يعني دقيقه بالظبط. اول ما الميه تغلي كده وتدفوا عليها ويبقى كده جاهزه معاكم للتحمير، بتبقى مقرمشه ورائعه. هنا بقى هنرجع للشكشوكه تاني. خلاص كده الخضار دبل معايا خالص. هنزل بقى بكميه البيض اللي انا عايزاها. انا هنا نزلت ب4 بيضات، وهنا للاسف نسيت اصور حته وانا بنزل البهارات عليها. تنزلوا معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، تبداوا تقلبوا كله مع بعض ويبقى كده الشكشوكه جاهزه. بجد يا جماعه طعمها خطير. هنا خلاص الاكله بقت جاهزه معايا. الشكشوكه زي ما انتم شايفين كده خلصت. شويه بصل انا حمرتهم مقرمشه من بره وطريه من جوه، بجد كانت خطيره. زي ما انتم شايفين الفول خلاص اهو، حتى الطماطم بتبقى يعني وصلت لمرحله انها اختفت جوه الفول. طبق المش بتاعي الخطير بجد يا جماعه، بتبقى اكله يعني تحفه. طبعا عايزين تحطوا اي حاجه جنب الاكله دي، تونه، عسل، زي ما تحبوا، بس احنا استكفينا بكده وكانت اكله فعلا مشبعه وتحفه جدا. قولوا لي بقى انتوا الاكله دي بتسموها عندكم ايه؟ انا قلت زي ما قلت لكم كده بنسميها تفليته. وكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. ونفسه في اي وصفه او اي اكله يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله انفذها. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.